كباب الهندي أو كواج من أشهى وأطيب الوصفات. عندي هون 5 حبات بندورة حجم وسط، عندي بصلتين حجم وسط وواحد فلفلة. هلا بدي بلش قطع الخضرة. بلش قطع بالبداية البندورة، رح اقطع على مكعبات وسط. الكواج او الكباب الهندي في ناس بتقول له كواج وفي ناس بتقول له كباب هندي. بتعرفوا يا ترى ليش سموه بالكباب الهندي؟ اللي بيعرف يكتب لنا بالتعليقات سبب تسميته بالكباب الهندي. هلا الكواج هو أكلة ترجع أكلة تركية. سموها بالكواج لأنه كانوا يطبخوها بالفخارة، وأكيد كانت مكوناتها البندورة والبصل. كانوا يحطوا البندورة والبصل مع اللحمة المفرومة اللي شكلوها مثل الكباب ويحطوها ويطبخوها بالفخارة، فلهيك كانوا الأتراك يسموها كواج. أما الكباب هو أصله حلبي. الحلبيين هن أول ناس يلي ابتكروا هالأكلة وانشهروا فيها وتفننوا كتير فيها. فيها أنواع كتير من الكباب. وبتعرفوا كمان عنا اللحمة السورية مشهورة قد بطيابتها بسبب المراعي الغنية اللي عنا بالشام. فاللحمة السورية هي من أطيب وأشهى أطيب أنواع اللحم. هلا بدي أقطع الفلفلة الحمراء. طبعا انتو فيكم تستخدموا فلفلة خضراء، أكيد ما في مشكلة، بس أنا هون حبيت بهي الوصفة استعمل الفلفلة الحمراء. هلا عندي البصل بدي اقطعه على شكل جوانح، وهي هون حطيت انا عندي البصل والفلفلة والبندورة حطيتهم بجاط الفخار. من البهارات عندي معلقة بابريكا، معلقة ثوم، نص معلقة فلفل، نص ملح، دبس رمان تقريبا شي معلقة دبس رمان، معلقة صغيرة دبس فلفلة، ورح ضيف معلقة كبيرة شيلي صوص. تحركهم كلهم مع بعض. لتتبيلة اللحمة عندي هون بصلة وفلفلة. عندي هون البصلة والفلفلة بدي اطحنهم بمحضرة الطعام. هاي الفلفلة والبصلة طحنتهم ناعم بهالشكل هذا. هلا بدي اضيفهم فوق اللحمة. هاي اللحمة عندي هون تقريبا شي 600 جرام. بدي اضيف اول شي فلفل تقريبا نص معلقة. عندي بهارات اللحمة كمان بدي اضيف تقريبا شي نص معلقة بهارات اللحمة، ملح. هلا بدي اضيف البصل والفلفلة اللي طحنا، بدي اعجنهم كلهم سوا. ضفت انا شقفة ليا للحمة وبدي اعجنها مع اللحمة. اللية انتو بتضيفوا ليا قد ما انتو بتحبوا. في ناس بتحبها مدهنة كتير، في ناس بتحبها وسط. انتو على قد ما بدكم بتضيفوا ليا. في ناس ما بتحب ابدا اللية، بتفضل اللحمة تكون هبرة. هلا رح بلش كبكبهم بهالشكل هذا. تغطى عليها شوي بأصابيعي تعطي هذا الشكل. وهي صينية الكباب صارت جاهزة عندي. هلا بدي اخذها على فرن محمى على درجة حرارة 200. وهي صينية الكباب الهندي او الكواج طلعتها هلا من الفرن وزينتها بالفليفلة. ريحتها كتير كتير طيبة
بتمنى تجربوها، وصفة طيبة كتير، إن شاء الله بتعجبكم. بشوفكم بفيديو جديد.